ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ ما تيجي نشوف الفكرة بتاعتنا الجديدة. مشروع هو بسيط لسه نكسب منه ملايين. تعالوا نشوف يومي ماشي ازاي. يا رب فكرتي تعجبكم. اول حاجة حطوا لايك للفيديو وصلوا على الرسول كتير في التعليق. تعالوا نشوف عملت ايه النهارده. اول حاجة صليت الجمعة، وبعد الصلاة خدت شنطتي ونزلت اجمع ملايين من الحسنات. النهارده احلى يوم في حياتي. احب اعرفكم بنفسي، انا اسمي زياد وعندي 10 سنين. انا فرحانه عشان هما هتنفذ لي الفكره بتاعتي. سموا بسم الله وصلوا على الرسول. قلت لماما على الفكره وعجبتها وقالت لي ماشي، بكره ان شاء الله هنعملها بعد الصلاه. وفعلا رجعت من المسجد لقيتها متجهزه. قلت لها يا ماما انت بتعملي ايه؟ راحت مش انت قلت لي عايزه اوزع حاجه حلوه؟ كل سنه وانت طيب، صلى على الرسول. بدأنا نوزع في الحاجه الحلوه، واول واحد يصلي على الرسول واول حسن، والحمد لله هنجمع ملايين من الحسنات. شكرا يا حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وكلنا عارفين ان الصلاة على النبي والجمعة معروضة عليه، فاكثروا من الصلاة على النبي. وطبعا ما نزلتش لوحدي، اخويا نازل معايا عشان يساعدني في الخير. ولو وصلت لحد هنا ما توقفش الخير عندك، اعمل شيء كتير عشان غيرك يستفاد، عشان نجمع ملايين من الصلاة على الرسول. لفينا اسكندرية حتة حتة، والحمد لله جمعت ملايين من الحسنات. بجد الناس كانت فرحانة بيا قوي، انا واخويا. وقابلنا عمو بتاع النظافة وادينا له علبة وفرح بقى قوي، وعمو ده فرح قوي. وبعدين بقى قابلنا الست الجميلة دي وقلت لها صلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك. ده حاجة بسيطة بمناسبة ما ولد النبي. كل سنه وانتم طيبين. خديها اتفضلي. بمناسبة المولد النبي صلى على الرسول بقى. معمولة على فكرة نضيف. صلى على الرسول بقى عليه الصلاة والسلام. صلى على الرسول بقى عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب. صلى على الرسول. اكتر حاجة فرحتني النهاردة الناس المحترمة الجميلة. لازم اكرر اليوم ده تاني ان شاء الله، عشان كمية الناس اللي فرحتها، وانا كمان فرحت معاهم على فرحتهم بيا انا واخويا. الاسكندرانية جدعان قوي، شباب ورجالة. لو انت اسكندراني اعمل منشن لاصحابك، ما تنساش تعمل منشن لاصحابك وتعرف ان الاسكندرانية جدعان. النهاردة كان يوم مميز عندي عشان قابلت شباب كتير ورجالة وبنات. محبتش اطول عليكم الفيديو. انا حابة اقول للناس اللي انا شفتهم النهاردة اقول لهم كلمتين وبس، لان انا بحبهم. بس الشاب الجدع ده كان عمال يقرأ في المصحف، قمت موقفه